السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من قناة كريزي مامي. النهاردة يوم مختلف شويتين تلاتة كده. كنت صاحية بدري جدا، تقريبا ما كنتش نمت، فقمت وكده قلت اصور لكم كده المنظر بقى تحت كده لما قصوا الشجر. طبعا هما كانوا عاملين النخلة قبل كده، فقصوا الشجر بقى النهاردة، ويلا بينا نبدأ يومنا. صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من قناة كريزي مامي. النهاردة آه المفروض هم قالوا النتيجة بتاعت سنة رابعة هتظهر النهاردة، فأنا نزلت اهو رايحة اجيبها. دعواتكم يا رب بقى خير كده، يا رب ان شاء الله تكون طلعت فعلا بقى، وربنا معانا يا رب. يلا بينا كده نروح المدرسة ونشوف ايه الأخبار. خلاص كده كنت رحت المدرسة بقى وانا راجعة الحمد لله نجح. خدنا الترم الاول من سنة رابعة فالحمد لله. يلا بينا بقى نكمل يومنا الجميل ونشوف هنعمل ايه. المهم بقى بعد ما طلعت قلت اعمل فطار خفيف كده، كانش في حد غيري انا اللي صاحي، فعملت كوبايه شاي بلبن واخدت 2 فايش كده عليهم جبنه، بس كده. رحت بقى قلت اعمل ايه، فنجان قهوه كده فرنساوي وروق دماغي. الحمد لله كنت قلقانه جدا 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 من موضوع النتيجه، ما كنتش نمت تقريبا طول الليل لغايه ما اروح اطمن واجيبها. فالحمد لله نجحنا الحمد لله. فعمل بقى القهوه بقى ايه بمزاج كده، واقعد اشربها. تمام، بس كده جميله جدا الفرنساوي دي. بعد كده قلت بقى ايه اعمل الغدا، فبدأت اجهز التتبيلة اللي هعملها دي. بصلاية وفلفلاية رومي، ما حطيتش اكتر من كده في الكبة، وهبدأ اللي انا اضربهم مع بعض. هي بصلاية كبيرة شوية مش صغيرة، وفلفلاية برضو تقدري تحطي فلفلاية سبايسي، بس انا حطيت رومي عشان طبعا ايه الولاد وكده. هضرب بقى البصلاية مع الفلفلاية كويس في الكبة دي اهو زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وبعدين ده نص كوباية برغل كنت نقعها شوية، وبعدين بدأت بقى اللي انا اخدها كده واصفيها من المية كويس، واحطها في الكبة مع البصل والفلفل. تمام، خدت الكمية كلها بتاعة البرغل، وهبدأ اللي انا اضربها مع البصلاية والفلفلية. بفتح كده الكبة، انزل الحاجات من على الجناب. طبعا ما تعمليش زي بمعلقة معدن كده، غلط جدا طبعا طول ما هي متوصلة بالكهرباء. المهم حطيتها وبدأت اللي انا اضربهم كده مع بعض كويس اهو، وكل شوية بنزل اللي في الجناب كده وارجع اضربها مع بعض. بعد كده هبدأ بقى اشيل السكينة، وخلي بالك على ايديكي من السكاكين بتاعة الكبة والحاجات دي. وفضيت الخليط بتاعي في بولة زي ما احنا شايفين كده مع بعض اهو. وبعدين هبدأ احط عليه بقى اللحمة المفرومة. طبعا البرغل عشان يزود الكمية بتاعة اللحمة في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها دي، لازم نزود بقى الكميات بحاجات تانية، بس في نفس الوقت حاجات تكون مغذية، مش حاجات نزود الكمية وخلاص يعني. فزي ما قلت لكم ده كده عملتها بنص كوباية برغل. هبدأ اضرب او اعجن كده بايدي كل الحاجات دي مع بعض. تمام، وبعدين هعمل جبت الكبة بقى التانية، وبدأت احط فيها بقى الخليط كده ده مع بعضه شوية شوية عشان تنعم بقى خالص، عشان اعرف اما اجي اشكلها ما تفكش مني. فبحط جزء جزء كده اهو. برضو بفتح الكبة وانزل بالمعلقة اللي في الجناب، واعمل تاني وارجع اقولك ما تعمليش زيي وتعملي بالمعلقة المعدن ابدا والحاجة متوصلة في الكهرباء. تمام اهو، هرجع اضرب تاني. طب عايز تعملي كده تعملي بمعلقة خشب. هقفل بس الكبة، مكانتش عايزة تتقفل. بصوا معصلجة ازاي مش عايزة تتقفل. وهشغلها تاني، هنعم بقى الخليط قوي. وبعدين اهو بصوا بقى كده اما ناعم لف ازاي كويس اهو. هبدأ بقى افضي في بولة تانية، وهعمل الكمية كلها بنفس الطريقة اهو. تمام، جهزنا الكمية كلها اهي. بصوا بقى شكلها هنا بقى هبدأ بقى احط لها التوابل. هحط لها ملح، واحط لها فلفل اسود. تمام، واحط لها بهارات لحمة. يبقى ملح وفلفل اسود، وهحط بهارات لحمة. وحطيت كمان بابريكا، بس دي بابريكا دي مدخنة مش البابريكا العادية، عشان تدي كده طعم في الشوي شوية. وابدا اعجن بقى كل ده مع بعضه عشان التوابل تختلط مع الكفتة. دهنت كده الصينية بحتة سمنة صغنونة، وهبدا ان انا اصبع بقى صوابع الكفتة. بصوا بتتصبع بسهولة ازاي. وهحطها في الصينية بتاعتي اهو. تمام، نعمل واحد كمان مع بعض اهو كده.
انا كنت هنا هعمل جزء بس دلوقتي عشان الولاد بس اللي كانوا هيتغدوا، فمش هعمل الكمية كلها. فدلوقتي هعمل جزء واحد بس اهو كده زي ما احنا شايفين مع بعض. عملت دول وشرحتهم كده شرايح رفيعة بالسكينة عشان يبقى شكلها زي ايه، شكلها حلو يعني. تعالوا بقى نعمل معاها سلطة حلوة جدا. دول بصلتين كده اللي هما الصغيرين، طماطميتين وفلفلتين، طبعا غسلتهم وحطيتهم على الصاج بتاع الفرن وهدخلهم الفرن. تمام. هنا بقى شكلهم بعد ما تشووا، بصوا اللسعة اللي ياخدوها دي بتدي بقى طعم حلو قوي. البصل طبعا بقى خلاص اتشوى جدا، فخلاص هيتقشر بمنتهى السهولة اهو. بص القشرة بتطلع بمنتهى السهولة ازاي. طبعا هو لسه سخن جدا يعني. طبعا لو عايزة تكبري الكمية شوية وعايزة تعملي كمية سلطة اكبر تعمليها، تزودي الكمية. هو يطلق عليها سلطة صوص جنب المشويات كده يعني، بس حلو جدا جربوه. اهو شلت الحتة اللي فوق كده من البصل اهو، وهبدأ بقى احط الكلام ده كله كده ايه في الكبة اهو. البصلاية التانية هعملها برضو زي دي واحطها بقى في الكبة، واحط الطماطم واحط الفلفل. انا حطيت قرن فلفل واحد بس عشان يعني الدنيا متبقاش وحشة قوي يعني، بس كان سبايسي وحلو جدا. ضربتهم كلهم مع بعض في الكبة اهي، وبعدين حطيتهم في بولة كده. هحط عليهم ايه، هحط عليهم شوية ملح وشوية خل، مش محتاجين اكتر من كده، وطعمها حلو جدا. بس قلبتها بقى وحطيتها في التلاجة شوية. دي الكفتة اخدت لون شوية بس طعمها حلو جدا. كمان ادي الصوص اللي لسه عاملينه مع بعض في نص الكفتة، طعمه روعة. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا جدا. بصوا انا بقرب لكم منه اهو عشان تشوفوا شكله حلو جدا. الناس بتحب الحاجات السبايسي هيعجبكم جدا. بالليل بقى ايه، ماما جت كده عشان تشجع بقى ابني على انه نجح وبتاع وكده، وراحت جايبه له تورته هديه. ما اعرفش ليه قلبوه عيد ميلاد وقالوا خلاص نحط شمع فيه ونعمله عيد ميلاد. وده كده كان يومنا. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب للقناه.